يا ناس يا عسل، الفنكوش نمرة 38 وصل. فنكوش نمرة 38 هو مشاريع بلحة القومية. مشاريع بلحة القومية اللي هو قال عليها إن هي هتنقل مصر نقلة نوعية، وهيكون عندنا اكتفاء في الغاز، اكتفاء في البترول، وعندنا اكتفاء في الكهرباء اللي هي أهم حاجة. وقال لك القضاء ده من موقع ايجي بروجيكتس، مش من عندياتي أنا ولا من عنديات أي حد تاني. أنا بجيب معلومة solid information من موقع ايجي بروجيكتس أو مشاريع مصر القومية، ده طبقا لحكومتهم والموقع تابع لهم هم. الاستاتستيكال اناليسيس دي او الفيجرز دي جايه من 3 سنين، يعني موجوده في الموقع ان دي من 3 سنين. الرقم اللي هتسمعوه او الرقمين اللي هتسمعوهم، الرقمين هم المشاريع القوميه قدرت ب 14762. وقال لك الاكتشافات البتروليه والمشاريع الخاصه بالشأن اللي هو المشاريع البتروليه والاكتشافات والغاز وما الى ذلك والكهرباء اللي هي مشاريع الطاقه كلها قدرت ب 115 مشروع. لو جمعنا الرقمين التو فيجرز على بعض، ال 14762 على 115، ده هيكون معانا دلوقتي اجمالي 14877. لو قلنا ان ال10 سنين اللي فاتوا هنعتبر ان مفيش فيهم اي ليب ييرز، اي سنين كبيسه، كلهم 365 يوم. يلا يا عم شيل الاربع دي على جنب، خلاص هنقول 3650 يوم في ال10 سنين السود اللي فاتوا. لو قسمنا الرقمين على بعض هيدينا ان سيء الذكر رئيس الجمهوريه سيسنياهو صبي نتنياهو بن بائعة الهوى نفذ 4 مشاريع فاصلة 0.7، يعني 4.07 something، يعني ارقام كتير بعدها. قول 4 مشاريع يوميا، 4 مشاريع يوميا، ومشاريع كلها ميجا بروجكتس، يعني كل يوم 4 مشاريع. انتوا متخيلين الرقم؟ طبعا الاستثمارات بتاعته والمشاريع دي لما نيجي دلوقتي نفردها على ارض الواقع علشان نشوف، ما هو بيقولك على وشك يبان يا نداغ اللي بان. النهارده لما نشوف مشاريعه دي عادت ازاي على حياة المواطن وخليته عايش في الرخاء، دي خليته عايش في الخراء، خليته عايش في الخراء. والشباب المصريين دلوقتي بيهربوا على مراكب الهجرة غير الشرعية، بيموتوا نفسهم. الجرايم، الوضع في مصر هينفجر. ودي بس هيدز اب للناس اللي هي مهتمة بالشأن المصري. الوضع في مصر هينفجر في أي وقت. وصلت لقمة العيش، الناس مش لاقيه تاكل، مفيش وظايف، اللي بيشتغل شغلانتين 3 4 ومش مكفياه. والنهارده الوضع في مصر كارثي. مشاريع قوميه دي مش موجوده غير في المنتاليتي بتاعت الزعيم العبيط اللي عنده مرض نفسي وعنده جنون.